السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، عاملين ايه يا حبايبي؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش في موضوع الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الفترة الأخيرة ما بقيتش انزل فيديوهات سواء على القناة بتاعتي على اليوتيوب أو على صفحتي الشخصية، وده بسبب طبعا عدم الفضا، لأن الفيديوهات دي بتحتاج وقت ومجهود وتركيز. مبدئيا كده هتكلم في موضوع مهم جدا، والموضوع ده يا جماعه انا لاحظته تمام امبارح لما نزلت سوق الجمعه، وطبعا الموضوع ده متكرر، والموضوع ده تمام بيخلي الغاوي يتاخر ما يتقدمش. طب ايه هو الموضوع ده؟ الموضوع ده يا جماعه انا شايف ناس لحد دلوقتي بعد الكلفه ما غليت والدنيا راحت في داهيه، سواء ادويه سواء اي مستلزمات للغايه، بقت اسعار فوق المتوسط، يعني اسعار عاليه جدا. وطبعا حته البيع والشراء قلت، عشان نبقى صراحه مع بعض. طب يبقى دلوقتي في الوقت الحالي ده مش محتاجين تمام ان احنا نفكر تفكير غلط، محتاجين ان احنا نفكر التفكير الصح تمام، عشان نقدر نستمر كلنا، مش انا بس، لا انا وانت وغيره وغيره. طب والمصلحه دي مصلحه عامه على الغير. طبعا انا لما بدات انزل تمام السوق وابص الدنيا رايحه فين وجايه منين، لقيت نسبه الحمام نسبه شعبي بقطر يا جماعه. وانا مش بهاجم ان الغاوي يربي شعبي او ما يربيش، انت ربي اللي على قد امكانياتك، او ربي حسب دماغك او حسب اللي انت بتحبه، حتى لو هتربي بلدي. بس تعالى كده نتكلم كده بالورقه والقلم تمام، والتفكير اللي يقدمنا مش يأخرنا. النهارده حتى لو انا بربي بلدي، يبقى اربي بلدي تمام، حمام خالي من الامراض، يعني حمام بيتمتع بصحه جيده، حمام بيكون طبعا ريشه نظيف، وقفته وقفه سليمه، حمام فايق في السلاكه اللي انا بنزله فيها عشان ابيعه تمام. انا لو بتكلم اهو على الحمام البلدي، انا ما بتكلمش بقى على انواع تربي بقى زي اسمه ده زينه او تربي حمام غزار، لا انا بكلمك تمام في حمام بلدي انت بتحبه يا عم. طب ما بتحب حاجه يبقى تهتم بيها، يبقى بتحب حاجه تصرف عليها. واحد اكلمه اقول له لازم تهتم بالحمام، لازم تصرف عليه، يقول لك طب ما السوق مريح، طب ما فيش بيع وشراء، طب ما الحاجه غاليه، طب ما الاكل غالي، طب ايه، طب انا عشان اعرف استمر بقيت احط عيش تمام وذره صفرا. طب يا جماعه خلونا نبقى صراحه، انا عشان امشي تمام خطوتين ما يتعبونيش، اقعد بعد كده ال 100 خطوه اللي قدامي يتعبوني؟ لا يا جماعه، انت النهارده العيش والذره الصفراء اللي انت بتتكلم عليهم دول بيعمل مشاكل وبيدمروا فرد الحمام، سواء بلدي تمام او سواء حمام غزار بيدمروه تمام. وبالاخص تمام الحمام اللي متقفل عليه، اللي هو ما بيتعرضش للشمس ولا بيتعرض لعوامل مناخيه طبيعيه تمام، ولا بيتحرك كتير. يعني انت ما بالك الحمام الطاير لما بتحط له ذره صفراء وغله وعيش بيتعب، ما بالك الحمام المتقفل عليه، سواء في اوض او في سلكات تمام او في خشب. فيعني عشان بس نبقى متفقين بس مع بعض، النهارده انا ليه ادور عليه يأذيني؟ ليه ادور عليه يأخرني؟ ليه ادور عليه يخسرني؟ طيب انت الحمام عندك يا عمي حمل عليك، انت الحمام حمل عليك، شايفه حمل قوي عليك، طيب صفي، يعني صفي تمام، عشان ما تشوهش صورة ايه؟ صورة السوق أو انا بقول لك مثلا. طيب لو انت، ناس كتير بتتكلم حمام مش شغال، ناس كتير بتتكلم عن حمام عيان، ناس كتير طب ليه؟ طب ما انا يا عم بدل ما يكون عندي 50 قص بلدي، انا بكلمك في بلدي تمام، خليهم 25 قص، خليهم 25 قص. اول حاجه اجيب لهم كلفتهم اللي هم محتاجينها وكلفه نظيفه، في نفس الوقت يبقى عندي وقت ان انا اخدمهم واركز معاهم واتابعهم، في نفس الوقت برضك الاقي انتاج يغطي، على الاقل يغطي يا عم تكلفه الاكل تمام والشرب وشويه الادويه، والاقي حاجه من وراهم حتى لو حاجه رمزيه. انا كده ايه؟ ما بضيعش وقت ايه تمام على الفاضي. طيب وال 25 التانيين تمام زقهم. طب واحد هنا هيجي يقول لي تمام يعني انت عايزني اعمل جرد للمكان اللي انا بربي فيه، سواء عنبر او سواء اوضه او سواء ايا كان، لو بتربي في الشارع اعمل جرد، شوف الحمام تمام اللي عندك اللي هو بينتج كويس والحمام بصحه جيده تمام،
والحمام اللي هو تمام ضعيف في شغله تمام، او جسمانه ضعيف او الكلام ده، او انت المؤاخذه تمام بسبب عدم اهتمامك وعدم مراعيتك ليهم تمام، صحتهم نزلت تمام او صحتهم قلت، وده انعكس عليهم في شغلهم في انتاجهم، بتبدا طبعا تبيعهم. طب انا اللي هبيعهم دول يعتبر هنقول مثلا فيهم مشاكل، طبعا هبيعهم بنص الثمن، وهعرف اللي انا ببيعه ده عشان يبقى فيه مصداقيه للبايع اللي انا والله تمام الحمام ده انا مش بهتم بيه وما كنتش باكل كويس وكل حاجه، وانا الجوز لو هو ب 100 جنيه لا انا هبيعه ب 50 جنيه، وانت بقى ايه عايز تعالج بقى وعايز تظبط وعايز تدي زي الاول، يبقى انا برضك في نفس الوقت ما عجزتكش، ما اديتكش جوز حمام مثلا انت مستني ان هم يبيضوا او مستني ان هم يبقوا كويسين وفجاه يروحوا مثلا واقعين منك وبتاع، لا انا بعرفك تمام الدنيا فيها ايه، الحمامتين دول والله محتاجين 1 2 3، وانا الجوز ده لو ب 100 جنيه انا مديهم لك ب 50 جنيه، يبقى انت كده ايه ريحت دماغك خالص، لان انت مش في حمل دعوه اي حد مظلوم. تاني حاجه تمام يبقى في ايه امانه في البيع والشراء. طيب واحد تاني تمام هيقول لي طب انا بربي حمام زينه تمام او حمام غزار ووراه تحضين، وعندي اسوس زينه واسوس غزار كتير وعندي حضان كتير، لو انت مادياتك تسمح، عشان بس ايه لو مادياتك تسمح ان انت يعني تصرف عليهم بقى وهم بيصرفوا على نفسهم، خلاص خليك زي ما انت، بس ما تجيش تعيط وتقول لي ايه اصل انا الكلفه ومش الكلفه والدنيا والدين والكلام ده، عشان ابقى صراحه الحل قدامك، الحل قدامك، انت بقى شوف انت عايز تعمل ايه، شوف انت مصلحتك فين، انا بقول لك الحل ولمصلحتك، عايز تعمل بيه تعمل، مش عايز تعمل بيه خلاص. انت عندك حمام زينه حمام غزار حضان بتاعه وراه صار بيصرف على نفسه، تلاقي من وراه الدنيا ماشيه، دي دنيتك وربنا يبارك لك فيها. طب هتلاقي عكس كده بقى وفي بقى ايه الدنيا مخربطه معاك، يبقى تعمل حاجه بقى ايه اللي انا هعمله اللي اقوله لك، انت بتربي حمام زينه يبقى هتوقف تمام، هتوقف حمام تفرخه مثلا نوعين او 3، اكتر من كده يبقى انت بتضحك على نفسك، نوعين او 3 هتفرخه، تخلي ذكر كويس على 3 نوتي، ذكر كويس على 3 نوتي، بتخلي الذكر في عينه، ولو عندك تمام مصاطب نوتي تدخل النوتي كلها في بعضها، النوتي لما تكون في بعضها ما بتضربش مع بعضها ولا بتأذي بعضها. اهم حاجه ما تحطش طواجن في المصاطب عشان النوتي ما تحصيش لوحدها. طيب وبتبدا طبعا تمام انت عندك ذكر اهو تمام ومخصص الذكر ل 3 نوتي، سواء بقى النوتي في مصاطبها او كل نتايه في عينها، دي حسب مساحتك تمام وحسب امكانياتك وحسب دنيتك انت. طيب يبقى انا هشغل ذكر تمام على 3 نوتي في اي نوع بقى، يبقى هربي بقى نوعين 3 تمام، ازيد من كده يبقى انت بتضحك على نفسك، يبقى انا كده وقفت 3 ذكور على كام؟ على 9 نوتي، الدنيا خفت خالص بدل ما كان عندي 40 قص. طيب وبرضك الدنيا تايهه معايا، حمام بيروق كتير تمام، حصوه تحص حصوه لا تمام، حمام بيكسر بيضه، ما بهتمش بالانتاج تمام، عندي مثلا لا قدر الله حصل دروب مثلا مرض حصل عندي انتشر بسرعه بسبب الكتره والزحام اللي عندك. طيب لو انت بقى ايه برضك بتربي غزار برضك نفس الحكايه، الحضان ده بقى اللي انا عامله ده عامل كتيبه حضان، كنت فرحان بيهم في الاول، ماشي يا عم كنت فرحان وكلنا كنا فرحانين ومبسوطين وكنا بنخش نتكعبل في الحمام، ماشي، كانت الكلفه بكام؟ كانت ب 6 جنيه ب 7 جنيه ب 8 جنيه ب 10 جنيه والدنيا دايره، النهارده الكلفه النظيفه يا جماعه ب 25 جنيه، اللي يقول لك باكل غير كده بقى اديله ظهر، الكلفه النظيفه المظبوطه ب 25 جنيه المظبوطه، انا بجيب كلفه متدربه بجيبها بكام؟ بجيبها ب 22 جنيه، بزود عليها حاجات بتقف عليا الكيلو ب 25 جنيه عشان اظبطها صح، عشان الكلاف ده او العلاف ده تمام، اللي هو العلاف ده مش هيهمه مصلحتي، انا اللي بجري على مصلحتي، هو راجل اداني نص الطريق تمام وقال لي بكده تمام، هعملها كلفه ب 30 جنيه مش هتمشي، خلاص هتمشي معاك مش هتمشي مع غيرك، هو عايز يمشي حاله بيعملها ب 22، انا بعمل ايه؟ انا بزود عليها حاجات بتقف عليها ب 25 جنيه، ده عشان مصلحه ايه؟ مصلحتي انا. طيب بعمل ايه بقى دلوقتي؟ تمام؟ بجيب كلفتي وتمام تمام، وسواء برضك حمام غزار بوقف ذكر على 3 نوتي، حضاني ده التحاضيني ده الكتير اللي انا كنت بتكعبل فيه وفرحان بيه تمام هخف خالص، هخلي الذكر على 3 نوتي 6 7 قصوص، 6 7 قصوص، طبعا مع بقى تركيم العيون تمام، ومع بقى ايه متابعتي اليوميه واشوف النوتي اللي حصت وما حصتش،
والبيض اللي عمره وما عمرش، تمام، واشوف الحمام فايق، هيبقى الدنيا سهله بالنسبه لي. بدل ما كنت بكعبل لي في 40 50 قص زينه و40 50 قص غزار، وبكعبل لي في 150 قص حضان، واشيل لما مؤاخذه اجيب عربيه اطلع بال 200 كيلو كلفه في اسبوع وانزل مش عارف بايه. لا، قفلنا على القصه دي وادفع الوفات واجي افرخ لي بال 70 80 زغلول انزلهم، واحد يقول لي 10 واحد يقول لي 20 واحد يقول لي 30. لا يا عم، فضينا من الحوار ده خالص وخلصنا من الحوار ده، ماشي، وهريح دماغي. انا عاملها غير. هي دلوقتي الحمام دلوقتي مش تجاره، مش تجاره مربحه 100%. دلوقتي الناس اللي عايزه تخش في الغيه او هي في الغيه، الحمام ما عادش تمام مربح 100%. تمام، عامله زي المؤاخذه زي الصيد. ممكن تروح تصطاد تجيب 5 جنيه طعم، تروح تصطاد تجيب سمك ب 300 جنيه، وممكن تصرف 200 جنيه ما تروحش تجيب بسريايه بجنيه. هي ارزاق في الاول وفي الاخر، وبرضك لازم ناخد بالاسباب. يبقى دلوقتي خلاص يا عم، قصه الموضوع الكلفه انا حليتها. وفي نفس الوقت تعالى نبقى صراحه، انا النهارده تمام بدي حلول. النهارده بدل مثلا ما اروح كلنا مثلا نهلك لنا مثلا 1000 كيلو، كلنا 1000 كيلو كلفه، تمام، وبرضك مثبت في السعر. لما نخليهم 500 كيلو هيقلل في السعر اللي هو عايز يبيع. هنخلي ناس تانية اللي هي مش قادرة تربي عشان الكلفة غالية، هنخليها تربي، حتى لو هتربي 5 6 جواز. فالدنيا هتلاقي فتحت معاك يا جماعة. ربنا تمام يعني كرمنا ورزقنا بالعقل. العقل ده نستخدمه تمام ان هو يقدمنا، مش نستخدمه في الغلط تمام ومعصية ربنا وفي الحاجات اللي اتأخرنا. ربنا ميزنا بالعقل عن دون الكائنات اللي حوالينا، يبقى نستغله. هو الدول اللي بره متقدمه عننا ليه؟ تمام، متقدمه عشان بتستخدم عقلها في الصح مش في الغلط. حتى هم عندهم الغلط اللي هم عندهم اللي هو المتاح ما بيعملوش 24 ساعه، لكن احنا بالصلاه على النبي دايرين دايره 24 ساعه في الغلط. يومنا كله 24 ساعه اللي رحم ربي شغالين ديك 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 في الغلط. اذا كانوا اللي هم اساس الغلط تمام، يعني مش عايمين فيه تمام، ومش يعني مش غاطسين فيه زي ما احنا فيه كده، ومش تايهين فيه زي ما احنا تايهين كده. طيب يبقى خلاص يا عم، انا خلصت حوار الكلفه. الكلفه دي هتوفر عليك كتير. الكلفه دي هتعرف تخليك تهتم بالحمام اللي حواليك. هتعرف الكلفه دي هتخليك تفتح نفسك لها، مش فارق معاك بقى. ربنا كرمك بزغلولين 3 4 هتمسك فيهم ساعه، بدل ما كنت نازل لك ب 60 70 زغلول، ده يستغل يقول لك بص يا عم ده هو نازل كده كده في نفسه يبيع. وحتى لو انت قرصت على نفسك، قرصت وقلت مش هبيع، طب ما انت هيرجعوا لك تاني. يبقى ايه؟ يبقى حمام يعني الدنيا هي زايده، ازودها اكتر. يعني هي الدنيا يعني ماشيه بالزق تمام، ازودها عشان تقف خالص، خليها ماشيه بالزق. يبقى انا فارغ ل5 6 زغاليل واطلب في الزغلول مثلا اللي انا عايزه تمام او اللي يستحقه، وما اخليش حد يستغلني ولا يمسكني من ايدي وتوجعني ولا يستغل نقطه ضعفي، والدنيا تمشي. يا جدعان والله العظيم انا بقول لك كده لمصلحتك. ليه مصلحتك؟ انا مش عايز منك حاجه، انا مش هستفاد، انا بفضل الله تمام. انا بفضل راجل بربي شامي تمام، وراجل بربي ايه؟ وبربي سحن وبربي كشكات. عملت ايه؟ ريحت دماغي خالص لما لقيت الدنيا هتفتح مني ومش هعرف المها وهتتبعتر. بقيت اعمل ايه؟ وعندي بيت، انا راجل متجوز وعندي بيت وعندي عيال ورايا التزامات ودنيا ودين، وكل واحد ادرى بماشي بعيشته وادرى بامكانياته، ومفيش حد هيحل. كل واحد احنا بنلاقي دلوقتي كل واحد يحلل عيش التاني على مزاجه. ليه يا عم 3000 مش مكفينك؟ ليه 5000 مش مكفينك؟ ليه 10000 مش كريم؟ انت تعرف هو بيصرف ايه؟ كل واحد يخليه في حاله. يمكن انت مجوع عيالك يا عم وانا مشبع عيالي مثلا، يمكن انت حارم عيالك وانا مش عايز احرم عيالي. انت ممكن 2000 جنيه ولا 3000 جنيه تمام اللي بتقول عليهم مش مكفينا، يمكن انت يعني الدنيا ماشيه معاك في حته ثانيه. يا عم ربنا يبارك لك فيهم، ما نحسبهاش، نخلي كل واحد في حاله. يعني خلي كل واحد في حاله تمام، يعني خلينا كده تمام، كل واحد يروح يخليه في حاله، محدش تمام يحال العيش الثاني على غيره. ربنا يعين حال الناس تمام والله العظيم على حالهم في الايام اللي احنا فيها دي تمام. احنا ندعم ربنا يسترها معانا ويسهل لنا امورنا تمام، ويعني يرضى عننا. لان ربنا رضى عننا والله الدنيا هتبقى احسن من كده.
ده غضب من ربنا. اللي بيحصل ده كله عشان ابقى صراحه، ده غضب من ربنا مش رضا، ده غضب من ربنا. ربنا غضبان علينا للامانه عشان بقول لك بس، تمام. وحتى لو في حد ناس صالحه جوانا، يعني لو في ناس صالحه جوانا هتتاخد في الرجلين من الاخر. فكلنا بقى نشد، يعني ناخد بايد بعضينا ونبقى للاحسن، تمام. طيب خلاص يا عم، خلصنا من الموضوع ده وخلاص الدنيا فوقت. انا راجل بربي ايه؟ بربي عبسي وبربي سحن وبربي كشكات. عملت ايه؟ ريحت دماغي خالص لما لقيت الدنيا هتفتح مني ومش هعرف ايه المها. خلاص قلت ايه؟ انا مركز عامل في 3 بيبان دول وخلاص 100. خليت الزواجل هتزق ايه؟ هتزق الشامي اللي هو العبسي، وهتزق ايه؟ السحن، ماشي. وخليت طبعا اللي هم الانجليزه عندي، الانجليزه والباكستانيات يزقوا ايه؟ يزقوا الكشكات اللي عندي، وخففت الدنيا. طب في بقى هنا بقى النقطه عشان نتكلم فيها في حته مهمه، وهي حته التحضير. انا لقيت الفتره الاخيره ناس بتشتكي من موضوع التحضير. بالنسبه للناس بتبيع تحضير، يقول له يا عم انت مديني تحضير ما بيزقش، مديني تحضير ما بيشتغلش كويس، بص يا جماعه، اي فرد حمام، انا بقول لك دي بنسبه كبيره، اي فرد حمام كبير اشتغل عند الغاوي، تمام، واتهيأ على المكان بتاعه من الصغر، من وهو زغلول، لما بيروح اي سلاكه تانية او اي مكان تاني وبيغير الدنيا بياخد وقت عقبال ما بيتأقلم. ولو اتأقلم ما بيبقاش انتاجه زي المكان اللي هو اتنشأ فيه او اتربى فيه. فرد الحمام بيميز حتى لو بلدي، فرد الحمام بيميز. هتلاقي الحمام ممكن تاخده مثلا من عند فلان بيحضن كويس و100 فول 14، يجي عندك تمام ممكن ما يشتغلش، ممكن تلاقيه بيكسر البيض، ممكن تلاقيه قلوق، تبص تلاقي بعد ال 10 12 يوم يقوم من على الحصاد، تبص تلاقي الطحاضين ماشي بيموت زغاليله تحتيه لما بيغير مكانه، تبص تلاقي الطحاضين اللي هو كان بيزق عظام قطعه وزي اللدع عند الغاوي اللي انت اشتريت منه، تيجي تاخده عندك تحط له زغلول بس يموت منه، ما يعرفش يلبيه، يموته. فده تمام، ده وارد وده عادي. الحمام بيحس بتغيير المكان. انا اعمل ايه بقى كان غاوي وعايز بقى مصلحه نفسي انا، ماشي؟ الحل سهل خالص، هتعب شويه بس مش مشكله. انا عندي مثلا هيكون مثلا زواجل مثلا، تمام، شويه بقى زواجل بقى، انا بتكلم عن زواج بقى دول معيش دول الخارج، تأصيلات بتسابق اخده مراكز اولى مش عارف ايه، شعبي ما يكسنيش. ده دلوقتي عشان ابقى صراحه الزاجل تمام مكانه في الدول الاوروبيه والدول الخليجيه. احنا بالنسبه لنا دلوقتي الزاجل وقع خالص. دلوقتي الناس اللي عندها تأصيلات وعندها تمام حمام بيسابق وبياخد مراكز بتاع بيتبعوا منهم، يعني مكانه الحل من الاخر. فانت هتقول اصل انا عندي زواجل تأصيلات وزواجل مش عارف ايه مش عايز ابيعها، يا باشا زقها لو بنص الثمن، زقها حتى لو بتزق المؤاخذه ايه، زقها، عشان الزواجل سف موت اكل. فانت عايز تريح دماغك. انا عملت ايه بقى؟ خلاص ظبطت ايه الحمام اللي عندي والباكستانيات تمام والانجليزي ايه يزق كشكات. خلاص انا كده ايه سيستمت ايه دنيتي تمام. دلوقتي بقى ايه اعمل ايه يا معلم عشان بس بقى ايه تاخد التريكه دي وبتاع. الحمام الحنين اللي عندي اللي هو التحاضين بقيت اسيب منه. يعني ايه؟ يعني اسيب منه انتاجه، اشببه. لما بدات اشببه الحمام زي ما انتم شايفين عملت له جنب زي كده وتمام، وسيبت الزغاليل في الاوضه دي. الحمام طبعا بقى اللي كشف نتايه كشف ذكر ده هياخد ده لحد ما هيفلت معاك مثلا نتايه مثلا فردانيه، نتايتين فردانيتين 3 مثلا ذكور مثلا محتاج لهم نوتي ممكن تجيبهم. المهم ظبطت حضاني، وبقى الحضاني السايب هو اللي ناجح 100%. انا كراجل بقضي شغل 12 و14 ساعه بره شغلي، مش في حمل ان انا اجي اغسل مساء واكلف وانضف واتابع الحمام واشوف اللي حصت ولا ما حصتش، ولا البيض اللي معمر ولا ما معمرش، ولا الزغلول اللي كبس ولا ما كبس، ولا انا مش في حمل كل ده. وفي الاخر اجي اخد 5 6 اصول زغالين عظم قصير او عظم عظم قاعد ازق. بدات اعمل ايه؟ ده ليك انت بقى دي. بقيت اشبب اربي كام زغلول اللي هم اهليهم الطحاضين اللي عندي اللي كويس، وبدات اشبههم. اخدوا بقى ايه طلعوا كشفوا ذكور ونوتي، اخدوا اللي اخدوا بعض والزيادات بدات ازقها بره، يا اما اجيب لهم نوتي او ذكور.
وبقى الحمام عندي الحضان سايب، بقى الحمام اللي عندي حضان سايب. تمام. بدات اعمل بقى اخش على ايه؟ على الزواجل اللي هم بيزقوا ايه؟ بيزقوا الساحل وبيزقوا العبايسه. بقيت اعمل نفس القصه برضه، اخد برضك انتاجهم واشبكهم كده. انا ارتحت خالص ومقفل ال 14. بقى كده الحمام اللي مقفول عليه هو العبايسه والسحن وكشكات، وموقف مثلا من العبايسه مثلا حركه مثلا ذكر على 3 نوتش، وموقف من السحن ذكر على 3 نوتش، وموقف من الكشكات ذكر على 3 نوتش. يقوم ريح دماغي. عندي زيادات بشببها، بس ما ببيعش الحاجه وهي زغلوله. ليه؟ الحاجه ما تتباعش وهي زغلوله، الحاجه وهي تتباعش وهي زغلوله ممكن وهو زغلول تمام يجي بيخدع. يعني ممكن تلاقي تكوين وهو زغلول جامد، يجي مؤاخذه معدي فتره المساخه ويجي يرمي في الصمايم ويبات عليه السنه، تلاقيه مسخ وبقى فرد حمام عادي. وممكن فرد حمام جاء يعني قليل قدامك وبتاع، يجي هوب بعد فتره المساخه هوب ساعه يرمي صمايم يبات عليه السنه، تبص تلاقي حلو والكلام ده. يبقى انا بريح دماغي خالص عشان ما حدش يقول لي انا خدت زغاليل مستوى قليل والزغاليل مش عارف ايه. لا، بشبب الحمام تمام. وطبعا كل حاجه بتطلع بايه؟ بتكوينها. يعني كل حاجه في سعرها حسب تكوينها تمام. في حاجه ب 100، في حاجه ب 200، في حاجه ب 300 مثلا. انا بقول لك مثال. وبريح دماغي واشوف اللي انا محتاجه ايه، واللي مش محتاجه زيادات ببدا اسوقها بره وبدخل دم جديد. انا كده قافل على نفسي ومتفل 14 من السلطه تمام. يا ريت يا جماعه تعملوا كده بقى، يا ريت تعملوا كده. طبعا انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله لمصلحه الغاوي والغايه المصريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.